اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا النهاردة هننضف الحوض بأقل من 5 جنيه. معايا كيس كلوروكس ب5 جنيه، خدت منه معلقتين كده 3 زي ما انتوا شفتوا. خدت نسبة بسيطة جدا وحطيت كمان شوية بريل صغيرين، ومعايا سلكة. السلك اللي هو بتاعنا اللي هو البلدي بتاعنا ده. السلك ناعم مش خشن ولا حاجة، سلك عادي، بس النوع ده اللي انا بعمل بيه. شايفين الحوض مبهدل ازاي، وكانت حالته صعبة بصراحة. فلما بيوصل معايا لدرجة وحشة بجيب على طول الكلوروكس الابيض، مش الالوان. الكلوروكس الابيض بيرجع الحوض. يعني مش قادرة اقول لكم، انا سبت الحوض كام يوم عشان تشوفوا النتيجة وتشوفوا السرعة وتشوفوا الفرق، والله العظيم. نظافة مفيش بعد كده، لمعان خطير. هتشوفوا معايا الفيديو. حطوها كده يا بنات وجربوها، بإذن الله هتعجبكم وهتديكوا هتديكوا نتيجة حلوة جدا جدا بسرعة، والله يعني ما ركنتوش. هتشوفوه وجربوه. حاجة كده سحر. انا بستخدمه بقالي فترة، وكان نفسي انزل الفيديو ده بصراحة بقالي كتير، بس لما ربنا اراد نزل بصراحة. اختراع والله العظيم. ولا بقى منظفات ولا حاجة، اكترية الحاجات بقت مقاطعة دلوقتي، وبنستخدم الحاجات اللي هي متاحة قدامنا. بصراحة سحر جدا في اللمعان، في اي حاجة عايزة تلمعيها. الكلوروكس الابيض، هاتي الكيس ب5 جنيه او الازازة. لو انت كده كده بتستخدميه، هو كده كده بيبقى عندنا على طول. بس انا حبيت اوريكم ان ب5 جنيه هناخد كمية بسيطة ويفيد معانا. نعمل كام مرة لمعانة زي ما انتوا شفتوا، لمعة مفيش بعد كده، والله مفيش بعد كده. شطفته وغسلته كويس قوي قوي وشطفته، وبعد كده هتشوفوا معايا. نضفت الحوض خالص، وجبت بقى عشان خاطر انا نضفت عايزه لمع. حطيت تاني، قفلت الحوض تاني بعد ما نضفته، وحطيت شويه كلوروكس تاني صغيرين، وبعدين حطيت شويه بريل، وجبت سلكه تاني برضو. انا هبقى عايزه اعمله بضمير يا ولاد. انا النهارده نويت ان انا هنضفه. وعملت الحنفيه معاه كمان، كانت النتيجه تهبل بصراحه. بعد ما قفلته حطيت شويه بريل وشويه كلوروكس تاني، وشويه ميه، وجبت حته سلك تاني تكون ناشفه، وحطيتها ما تكونش يعني تكون اول استخدام ليها. وبعد كده جيت عامله تاني لفه عليه، تاني لفه بالسلك. هتشوفوا معايا اللمعان في اخر الفيديو عامل ازاي. لمعي بيه اي حاجه عايزه تنضفيها بقى عندك، حاجه كده خطيره بصراحه. بحبه كمان في ارض الحمام، بيكون حلو جدا وبيدي نتيجه كويسه جدا. مش عايزين ننسى نصلي على سيدنا محمد النهارده. نصلي اكثر من الصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين بقى النظافة والجمال واللمعان؟ مفيش والله العظيم احسن من كده. حاجة كده خطيرة ببلاش، يعني والله العظيم بجد ببلاش. شايفين هو اصلا من غير، من قبل ما لمع هو جميل ازاي وحلو ازاي. جبت بقى حتة سلكة تاني وشوية كلوروكس وشوية بريل، وقفلت الحوض وهلمع بقى كده. ممكن نعمل بيه البوتاجاز، بس بنسبة بسيطة ما نكترش. انا هنا كمان حاطه نسبة بسيطة. انا كيس الكلوروكس راقد معايا زي ما هو، كأني ما خدتش منه حاجة، والحوض رجع نضيف وزي الفل والله العظيم. الناس اللي بتعمل قهوة وشاي كتير، الحوض بيغمق عندهم على طول، عشان خاطر تفل القهوة والشاي لما بيجي على الاستانلس مرة على مرة، فبيغمقوا بسرعة جدا. صراحة بستخدم الطريقة دي بقالي كتير وبقالي سنين، حلوة جدا 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 ببلاش، يعني بننضفه ببلاش. الحوض بقى بتاع المطبخ، الارض بتاع الحوض بتاع الحمام، حوض المطبخ، الارض المطبخ، ارض الحمام. الكلوروكس الابيض ده لما بنحطه كده على الفواصل بتاع الارض بتاع السيراميك بيرجعوا ابيض كده. بس حطوه بقى ايه اللي هو حطوه كده مع شويه كلوروكس بتاع ده، بريل او اوكسي. الاوكسي اللي احنا بنغسل بيه، حاجات طبيعيه يعني حاجات طبيعيه موجوده. يعني ادوات الغسيل بتاعنا والمنظفات بتاعنا بنستخدمها وبنحاول نستغلها. ممكن كده تعملوها ازازه للرخامات بقى والحاجات اللي عندكم بصراحه. يعني هو بيقول لكم اهو، بيرد عليكم، شايفين الفرق بنفسكم. عايزاكم ما تنسوش كده تحطوا لي لايك للفيديو الجامد ده. الفيديو بسيط، اتفرجوا عليه الاخر، هو مش كتير، هو 5 دقايق. هتستفادوا منه بصراحة. شوفوا النتيجة في الاخر. كيس اهو ب5 جنيه. حطوا لايك للفيديو الجامد ده، واشتراك في الفيديو، واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.